ازيكم؟ هحكي لكم حكاية حلوة. حكاية راجل كبير كان عنده تقريبا 70 سنة. الراجل ده كان عايش هو وابنه. ابنه كان شاب وسيم قوي وظريف، والناس كلها بتحبه، وبيحب باباه جدا وبر بيه. ما كانش عنده غيره، كانت مامته متوفية. الولد ده كان خاطب وكان محترم، كان محترم قوي وبيحب باباه جدا. المهم كانوا عايشين هما الاتنين. ما فيش حد بيخدمهم. هما كان يعني كان ابوه عنده قهوة، وكانت الدنيا ماشية على قدها. فما كانش عندهم خدامين وكده، لا، كانت الدنيا ماشية على قدها. هو يعمل يوم الأكل، بابا يعمل يوم الأكل. المهم الدنيا كانت بتمشي. جت كان في بنت غلبانة في الشارع، آه، زي ما تقولي كده بتشحت، بتبيع حاجات في الشارع كده. المهم البنت دي في مرة الراجل ده فتح القهوة، الراجل الكبير ده، بالليل خالص، كان الوقت متأخر. البنت دي ما كانش عندها مكان تقريبا تنام فيه. الراجل فتح القهوة وقاعد، لقى في شباب عايزة تعتدي عليها، والبنت في الشارع، والبنت حلوة، أمورة وحلوة، بس ملهاش حد وشبه بتشحت يعني. المهم الراجل لأ، وما يصحش وبتاع، وراجل كبير برضه في السن. الشباب شافوا الراجل راحوا جاريين وسايبينها، هي طبعا انهارت من العياط وهدومها متقطعة وكده. الراجل قال لها تعالي يا بنتي اطلعي فوق عندي، ما تناميش في الشارع. هو كان بيشوفها كتير لأن هي في المكان كتير. الراجل خدها فوق وطلعها، وسترها، يعني طلع لها هدوم من بتاعة مراته، الله يرحمها، وسترها وبتاع. فطلع ابنه كان في شغله ورجع، قال له مين دي يا حاج؟ قال له دي بنت وكانت في الشارع وطلعتها وسترتها، الولاد في الشارع كانوا عايزين يتهجموا عليها. قال له طيب ماشي يابا، طيب طب دي يعني هتبقى قاعدة هنا بصفتها ايه؟ قال له يا ابني بس خليها، بس نشوف نجيب لها بيت تقعد هنا تخدمنا، اي حاجة يعني اكنها خدامة في البيت، هتقعد بلقمتها وبهدمتها. خليها قاعدة وخلاص. لو ايه فكرنا وما لقيناش حل، فخليها قاعدة معانا، مش يعني طلباتها مش هتبقى كتير. قال له يابا ما يصحش، واحنا قاعدين لوحدينا انا وانت وهي. البنت كان عندها في حدود 23 سنة كده، اللي هو السن الحلو، البنت الحلوة. المهم الولد اعترض في الاول، ولد محترم جدا، والراجل الكبير كمان محترم قوي. والراجل ما كانش في نيته اي حاجه اكتر من ان هي البنت دي ربنا يعني على قد ما يقدر يسترها، والراجل كان متدين قوي وبتاع ربنا جدا، والولد كذلك. المهم عاشت معاهم. الراجل شاف ان هي ايه، بتعمل اكل، بتروق شقه، بتغسل لهم هدوم. فلقى الدنيا بقت اريح بالنسبه له هو وابنه. والبنت في حالها، عاملين لها زي مكان كده بتنام فيه بعيد عنهم خالص، والبنت في حالها وما بتعملش حاجه وعلى جنب يعني. فقال لابنه ايه رايك ما نخليها اهي موفره علينا، وبص البيت بقى نظيف وبنلاقي لقمه ناكلها المهم قال له خلاص، مع اني انا معترض ومش عايز حد يتكلم. الناس كلامها كتير واحنا في مكان شعبي، انا مش عايز حد يتكلم، بس خلاص ما دام انت حابب كده خلاص. طبعا الولد ما اداش تفكير تماما ان ابوه ممكن يشوف البنت اكتر من ان هي خدامه وعيله صغيره قد احفاده، مش قد ولاده، والراجل بتاع 70 سنه مثلا. المهم البنت عاشت معاهم. آه، بتطبخ، بتكنس، بتمسح كده. طبعا خطيبة الولد كانت معترضة شوية، قالت له يعني ما يصحش، انا مش عشان حاجة، عشان هي بتتكلم صح، انا شايفة ان الشكل مش كويس. قال لها طب اعمل ايه؟ ابويا عايز كذا. الولد ما كانش بيقدر يرفض حاجة لباباه، كان بيحب ابوه جدا وبر بيه قوي. قال لها ابويا شايف ان هي بتخدمنا وبتناوله كوبايه ميه بالليل لو انا راحت عليا نومه، عارفه مع الدواب بتعمل لنا لقمه بتاع، فخلاص اديها قاعده وخلاص. قالت له طيب بس ايه، ربنا يستر من كلام الناس يعني. المهم مع الوقت البنت دي طبعا، يعني انا مش عايزه اقول هي ظروفها حطتها في كده، بس في النهايه دي بنت شارع. البنت كانت اخلاقها مش قد كده، مش تمام. ده اللي الراجل الكبير يا عيني ما لاحظوش، او ما خدش باله منه. تنزل الشارع بقى، تمشي بطريقة مبتذلة، تتكلم مع ده وده، وهي قاعدة فوق في البيت مثلا، مش تعمل حساب ان هي قاعدة مع راجلين، لا، تبقى في لبس مثلا اوفر شوية، تتميز شوية في الكلام. يعني ما لقيتش حد برضو يوجهها، فهي في النهاية تربية شارع. حاولت كتير قوي تقرب من الولد بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة.
الولد صدها طبعا جدا، الولد كان محترم قوي وبيحب خطيبته جدا. الولد صدها مرة واتنين وتلاتة، وبدأ يلمح لباباه ان البنت دي مش كويسة ومش مش مظبوطة. فابوه لا وحرام عليك وليه والبنت عملت ايه. الولد مش عايز يجيب كلام مباشر لان مش عارف يمسك عليها حاجة قوي، بس هو شايف طبعا بحكم ان هو شاب وفاهم، هو شايف ان البنت اخلاقها مش قد كده. الراجل الكبير يا حرام مش يعني مش واخد باله قوي برضه. المهم بدأ البنت اما تلبس اللبس ده، الراجل كبير برضه فعقله خفيف شوية عن الولد، مش راكز يعني. البنت تلبس كده، يحاول القهوة كانت تحت البيت، اللي هي القهوة بتاعتهم كانت تحت البيت. الراجل كان بينزل كل يوم من الصبح بدري ويرجع بالليل. دلوقتي الناس لاحظت ان هو بيطلع كتير الظهر، بيطلع كتير العصر بأي حجة بقى ان كانت. آه لما طبعا الولد كان ماسك القهوة مع باباه، الولد لاحظ، بدأ يسمع كلام في القهوة ان الراجل بيطلع كتير وبينزل كتير. يطلع على البنت يلاقيها لابسة لبس برضو مش قد كده. الولد يزعق لها ما تقعديش باللبس ده كده تاني، البسي لبس محترم. انا ما عنديش، ومش انا ما عنديش، لا خدي فلوس هاتيلي الجلابيتين. فالولد كان على قد ما بيقدر عايز يتجنب الشيطان ليه ولأبوه. المهم الراجل دماغه خفت شوية، والبنت حاولت مع الولد مرة واتنين وتلاتة وعشرة، الولد صاددها تماما، بالعكس ده بدأ يهينها، بدأ يقول لها انت لو ما تظبطيش نفسك انا هطردك بره البيت. انا لحد دلوقتي عامل حساب لابويا وعامل حساب ان انت مالكيش مكان وثواب عند ربنا، فما تضطرنيش ان انا اطردك بره البيت. فخافت من الولد انه يطردها، فتراجعت شوية عن الولد. ما لقيتش قدامها غير مين؟ الراجل، والراجل كبير وسنتين ثلاثة وهيموت. التفكير القذر السلبي اللي ما بيجيبش نتيجة. طب وإيه يعني بدل ما أنا أترمي في الشارع؟ المهم الراجل يطلع وينزل كل شوية. الراجل بدأت البنت تعجبه وهو في السن ده. خلاص، الراجل شاف نفسه هيبتدي يعمل الغلط، وهو متدين جدا على فكرة ويعرف ربنا، بس عشان بنأكد على المعلومة دي. لقى نفسه الشيطان هيبتدي يوسوس له. كان عنده واحد صاحبه شيخ الجامع. شيخ الجامع ده راح له، كان صاحبه جدا، كان صديقه يعني. قال له بقول لك ايه يا شيخ ابراهيم، قال له البنت اللي عندنا، قال له انا من البدايه وانا معترض ان هي تقعد عندكم وانت عارف. قال له طيب بص، انا عشان كلام الناس بدأ يبقى مش كويس، وعشان البنت عندنا وبيني وبينك انا الشيطان عمال يوزني. فانت ايه رأيك لو اتجوزها؟ قال له لا طبعا مش هينفع. وقال له حديث نبوي، قال له اياكم والشباب، فمش هينفع، هي ولا من سنك ولا من دورك ولا تناسبك، وكلام الناس كده هيبقى مش كويس. فانا يا حاج رأيي ان بلاش تعمل كده. المهم قال له لا مفيش حاجة اسمها كده وانا هعمل كده. المهم راح للبنت، قال لها بقول لك ايه رأيك تتجوزيني؟ وزي ما قلت لكم البنت كانت استغلالية وما عندهاش اخلاق تقريبا، استغلت عجز الراجل ده ووافقت على الجواز. طبعا بعد اعتراض تام من الولد، وده من حقه، بعد اعتراض جامد جدا من الولد. في النهاية برضو ابوه عمل اللي هو عايزه، وفي النهاية هو ما بيحبش يزعل ابوه، احنا متفقين ان هو بار جدا بابوه. بس اتجوز البنت. طبعا البنت هي بنفس الاخلاق بنفس المياصة، تنزل الشارع معرفش ايه تعمل ايه. الولد مثلا يكون بيجيب حاجة يرجع يلاقيها واقفة مع حد على الشارع، مين ده؟ لا مفيش، ده قريبنا من بعيد. وانتي من امتى ليكي قرايب؟ مين ده؟ مفيش، ده واحد كان بيسألني على العنوان. اي كلام وخلاص يعني اي كلام بتقوله وخلاص، والولد بيحاول يصدقها مع انه معترض وعمال يقول لها خلي اخلاقك احسن من كده، انت دلوقتي بقيتي على ذمة ابويا. المهم يوم في التاني في التالت، برضه هي البنت بنفس الطريقة وبنفس الأخلاق. الولد فجت في يوم دخلت على الولد وهو نايم، أبوه كان نايم برضه في الأوضة التانية. بالليل دخلت على الولد وهو نايم، والموضوع بقى جهرا بقى. الولد قام وزعق لها وشتمها وضربها بالقلم وبتاع، راحت مصرخة. فدخل أبوه، انت ازاي تعمل كده ومش انت ازاي تعمل كده؟ قال له دي داخله اوضتي وداخله عايزه تعمل علاقه معايا. قعدت تعيط، انا اعمل كده انا اعمل كده وازاي؟ الراجل زي ما احنا متفقين دماغه خفه شويه، والبت ايه واكلاه.
المهم راح ضرب ابنه بالقلم. انت عايز انت اللي استدرجتها لأوضتك يعني، وانت عايز تعمل معاها علاقة، اخرج بره. قال له انت بتصدقها وبتكدبني؟ قال له اه. خرج بره بالفعل. قال له بس بص، انا قلت لك على اللي عندي، وانت حر. الولد خرج، راح لخطيبته. قال لابوها. هي خطيبته كانت برضو وحيدة ابوها ويتيمة الام، فكانت عايشة هي ووالدها بس. قال له يا عمي انا عايز اتجوز، اكتب كتابي الخميس ده وهعيش عندك لحد ما الاقي شقة. الراجل كان طيب قوي وعارف ان بنته بتحبه. قال له خلاص يا ابني ما فيش مشكلة. وعارف هو طبعا حكى له على الظروف، وهما كانوا الناس من الشارع من عندهم. فالراجل شاف ان افضل ان هو يتجوز بدل ما يقعد مع البنت دي، وخلاص يقعد معاه. قال له يا ابني اللي عمله ابوك ده مش صح، وانت كده خدت الخطوة الصح، مع اني كنت عايز لبنتي بيت، وكنت عايز لبنتي حياة، وكنت عايز لبنتي فرح، بس خلاص ما قدامناش حل تاني. وفعلا الولد اتجوز وقعد مع حماه. تعدي وتروح الأيام، بعديها بشهرين تلاتة مثلا برضو البنت زادت بقى. الولد ما بقاش يروح القهوة، شاف شغل بره، وبعد ما ابوه طرده قال له ما تجيليش كمان القهوة وطرده من البيت. بدأ يشوف شغل بره وبدأ يعيش حياته هو ومراته، وزعلان جدا ان هو عمل كده وساب ابوه لوحده، بس ما كانش قدامه حل تاني. البنت عدى بتاع شهرين تلاتة أربعة، البنت زادت في اللي هي فيه، زادت في أخلاقها اللي كده. طيب ايه هنعمل ايه؟ الناس في الشارع بدأت تتكلم، الناس في الشارع بدأت تقول للراجل احنا شفناها مع واحد واقفة هنا، اللي شفناها مع واحد واقفة هنا، شفناها كذا. الراجل كل ده هي بتعرف تكذب الناس، وهي بتعرف تاكل دماغه زي ما بيقولوا. المهم في يوم من الأيام الراجل قاعد في قهوته، آه، هي فوق في الشقة والدنيا ليل، والراجل لسه قدامه شوية، هي عارفة مواعيد طلوعه ونزوله. ما هو ما بقاش يطلع كتير وينزل بقى عشان هو خلاص اتجوز. هي عارفة مواعيد طلوعه ونزوله. الراجل تعب شوية، داخ وتعب وقال ايه انا هطلع اريح شوية. ما كانش في ميعاده خالص اللي يطلع فيه، بالعكس الوقت ده بالذات كان لازم يبقى موجود في القهوة. طلع لقاها مع واحد، بتعمل علاقة مع واحد في البيت بتاعه في الشقة. طبعا الراجل انهار وكان هيموت فيها، وجات له ذبحة صدرية تقريبا، وكان ومعرفش يعمل حاجة. طبعا راجل كبير وصحته على قده، ولا عرف يمسك الولد جري اللي كان معاها، وهي معرفتش تعمل حاجة. هي طبعا هربت، هي كمان سابت كل حاجة وهربت. الراجل جاله اللي جاله ده. طبعا الناس عرفت، الناس شافت الولد ده بيجري وهي بتجري وراه بتهرب برضه، فالناس فهمت الحاج طلع لقى ايه، لان الناس عارفين اخلاقها اصلا. بس الراجل جات له ذبحة صدرية، دخل المستشفى. طبعا منهار، كل اللي عليه هاتولي ابني. ابنه جاله جري، هو ومرات ابنه وحماه. قال له يا ابني حقك عليا، انت كان معاك حق، وما كانش ينفع. وما كانش ينفع في سني ده ان انا اعمل كده، بس هي كلت دماغي وحقك عليا، انا ظلمتك. انا كفايه بس ان انا ما فرحتش بيك وبجوازك وبحمل مراتك، لان مراته كانت حامل. يا ابني سامحني على كل حاجه انا عملتها معاك. كفايه اللي حصل لي، وكفايه الفضيحه في الشارع بعد ما كنت راجل ذو قيمه وقامه، والناس بتحترمني، والناس بتاخد رأيي، والناس كانت بتقعدني في القعدات عشان انا احل مشاكلهم. دلوقتي الناس شايفتني بان انا الراجل اللي خلاص دماغه خرفت. يا ابني سامحني، كفاية اللي انا فيه، وتعالى عيش معايا انت ومراتك. قال له يابا انا تحت امرك، وطبعا انا هاجي اعيش معاك، وانسى اللي فات، ومفيش حاجة، ومحدش بيتعلم ببلاش. البنت دي في النهاية كانت بنت شارع وتربية شارع. انت ما كنتش شايف، عشان انت ما تزعلش مني يابا، انت راجل كبير. مش فاهم بنات اليومين دول ايه دماغهم. انا حاولت افهمك اكتر من مرة، انت افتكرتني ان انا بهاجمها وبس. انت لو كنت جيت قلت لي انك عايز تتجوز واخترت واحدة، مش هقول من سنك، بس على الاقل كبيرة وعاقلة، والله ما كنت هعترض. بالعكس ده انا كنت هرجح ده جدا، واقول حد يونسك وحد يبقى معاك، وحد برضه كان هيشوف طلباتك. انت اخترت البنت دي، انا كان اعتراضي على البنت وعلى سنها وعلى اخلاقها، ما كانش اعتراضي ان انت تتجوز. طيب حقك عليا يا ابني، وما تزعلش وارجع البيت. قال له يابا انا هرجع البيت، انا طول عمري هفضل تحت امرك وتحت طوعك،
وما تزعلش مني، انا اللي بترجاك انك ما تزعلش مني، وانا اللي بترجاك انك تسامحني. وبالفعل الولد رجع هو ومراته، عاشوا مع ابوه. طبعا ابوه بدأ يتعب، ما بقاش ينزل القهوة كتير وما بقاش ينزل يشوف شغله. الولد مسك كل حاجة. آه، بدأت الحياة تتظبط، بدأت الدنيا تتظبط. بدأت الناس تشوف الموضوع ان هي كانت غلطة من الحاج الكبير ده، لان هو ليه احترامه. بدأت كل حاجة تبقى احسن وفي الافضل. الشيطان لما بيدخل يا جماعة وما ينفعش ناخد حد اصغر مننا بالشكل ده، والسن ليه عامل، الجيل ليه عامل، التفكير ليه عامل، يعني لازم ناخد اللي شبهنا في كل حاجة. مش كل حاجة نمشي وراها الغرايز والشهوات ومتطلبات الدنيا، لا، في حاجات أهم من كده بكتير، في الشكل الاجتماعي، في إنه ما ينفعش، بدليل إن ربنا نفسه قال إياكم والشباب، ما ينفعش آخد حد فرق السن بيني وبينه أكتر من 50 سنة. فالحمد لله كان درس الراجل اتعلمه، وابنه رجع له تاني عشان هو إنسان كويس وبار بوالديه. والحمد لله الحياة اتظبطت، ومرات ابنه هي اللي بقت شايلاهم، بتطبخ لهم وتكنس لهم وتمسح لهم، وفي نفس الوقت الولد بيحبها وهي بنت محترمة وبنت ناس كده. الموضوع ترتيبه صح واتحط في المكان الصح، والحمد لله على كل حال.